ازيك كده عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ايه اخبار المذاكرة؟ والله مش كويسة خالص، مراكمة كتير ومش عارفة أعمل إيه. ليه مراكمة قد ايه؟ مراكمة محاضرتين فيزياء ومراكمة محاضرة أحياء. انت كده مراكمة؟ امال انا لا. أنا حاسة إن أنا ده خلاص انا مش هوصل لحلمي وخلاص والدنيا اتقفلت خالص. ده انا مراكمة محاضرتين احياء و3 جيولوجيا و2 فيزياء وواحدة عربي. ياه. ما مش عارفة والله، حاسة ان انا اتخنقت خالص وحاسة ان انا خلاص كده مش هوصل لحلمي. يعني هلم كل ده ازاي وهعمل ايه؟ ولا خلاص يعني تعبي هيروح على الفاضي، اصلا مفيش وقت ان انا الم كل ده. انا يا دوب بلم المحاضرات الجديدة والمحاضرات القديمة. خلاص انا قلت ان انا مثلا لو لميت الكيمياء كلها على بعض هحس ان انا خلاص، طب والباقي هيتراكم اكتر. فالواحد حاسس ان هو انتهى. وأنا برضو والله هي محاضرتين بس أنا ما أعرفش ما أعرفش يعني لو أنا خلاص لازم أبقى ماشية كويس طول السنة، لو ما عرفتش كده يبقى أنا خلاص مش كويس. بحس بتأنيب ضمير كبير مع إني عاملة اللي عليا وكل حاجة. خلاص شكلها يا دعاء هتتأجل السنة الجاية او عشان نقسم. عشان نعرف نبقى كويسين. ايه اخبار المذاكرة؟ الحمد لله، بس فعلا في حاجات متراكمة عندي كتير. بس بحاول هعمل ايه بجد، يعني حاسه ان انا ايه، امبارح كنت عايزه الم يعني جزء كبير في الجيولوجيا وكده. بس لقيت اصلا المحاضره دي نزلت، فدي بقى اتراكمت كمان. وكمان لسه لي بقى محاضرتين في العربي ومحاضره في الكيمياء، فمش عارفه والله. بسيطة هنعرف أنا برضو بنفس الحاجات دي، أنا بس 3 عربي مم. وورايا 3 جيولوجيا. خلاص، طب ما نعمل ايه؟ احنا مثلا عايزين نعمل نظام اليوم كده. لازم نعمل مع بعض جدول عشان نشجع بعض ونلحق نخلص دول. بصي خلاص، احنا هنعمل نظام اليوم ونحاول احنا بقى ايه نقلل النوم، يعني عشان احنا لسه بننام كتير. هنحاول نقلل النوم شويه وكده لازم ونبقى نتابع ايه. بعض ونعمل مثلا معسكر كده بحيث ان احنا اللي هو ما نفتحش التليفون غير لما نكون خلصنا مثلا جزء معين. خلاص تمام ماشي عشان كويس. نحاول نحل مثلا ان شاء الله على الاسبوع ده نكون خلصنا مثلا ايه التراكمات باذن الله. ان شاء الله نعملها عشان تحدي مع بعض بجد لو ونخلص. خلصنا بجد ممكن نبقى نجمع في يوم كده وهتبقى جميل قوي. خلاص يلا وايه نعمل كمكافاه، الجدول. يلا يلا بينا. نعمل الجدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا شفنا مع بعض حوارين. اول حوار طبعا تجنبه تماما، لو انت عندك صاحب زي ده ما تبقاش معاه خالص، يعني ما تسمعلوش ابدا. حتى لو الحوار ده مع نفسك برضك ما تسمعش لنفسك في الكلام ده خالص، لان لما يكون عندك صاحب زي ده هو كده بيخليك تراكم اكتر، اصلا بيخليك تبقى محبط وان انت ما تعرفش ترجع زي ما انت تاني. خلي المراكمه ده زي ما هي وتزيد كمان. فانت لو لقيت صاحب زي اللي في الحوار التاني يبقى يا ريت جدا ان انت تشوف حد زي ده. وحتى لو ما لقيتش فانت خلي الصاحب ده انت، خليك تهون على نفسك وتشجع نفسك كده وتعمل لنفسك جدول وتبقى اللي هو مطمن ان انت ان شاء الله تجيب، يعني عادي التراكم بيحصل عادي طول السنه ما فيهاش اي حاجه. وبعدين يا جماعة يعني بلاش طاقة سلبية بجد، يعني طاقة سلبية على ايه؟ يعني ناس كتير تدخل تقول لنا ايه، انا بفكر اقسم عشان كذا كذا. لا طبعا. ايه يا جماعة، هو احنا اصلا طول السنة برضو كان في حاجات بنقع فيها ونرجع تاني وهكذا. زي ما قلت اهم حاجة اصلا انتوا تستمروا في السنة دي، مش عشان شوية تراكمات هتلاقوا نفسكم خلاص محبطين واللي هو بقى خلاص انا مش هكمل والكلام ده. لا، ما ينفعش كده. اهم حاجه ان انت ما يبقاش عندك يأس ان انت ترجع، خلي عندك يقين في ربنا. انت طالما بتعمل اللي عليك راكمت شويه عادي ده طبيعي، اياك تسعى للمثاليه طول السنه. وبعدين خدوا بالكم في فرق بين المراكمة الحميدة والمراكمة التانية، زي مستر رضا فاروق كان قايل قبل كده الفيديو ده. يعني لو انت مثلا هما 5 مواد اهو، انت مثلا راكمت مثلا محاضرة، عشان في ناس تيجي تقول لنا مثلا ايه انا مراكم مثلا ايه محاضرة في المادة الفلانية وحاسس ان انا خلاص وكده، او وايه يعني محاضرتين. محاضره يا ايه جماعه، يعني؟ ايه يا جماعه، في يعني ناس لو هي بتراكم بالماده كلها من اول السنه مثلا انت مثلا لو مراكمتك نتيجة ضغط، اللي هو انا مثلا مراكم مثلا في مادتين طبيعي. بس محاضرة واحدة، فده عادي جدا، دي مش اسمها مراكمة، ده بس ايه نتيجة ضغط كده وهتلم الدنيا عادي. اما وده على فكرة حتى لو استمرت طول السنة، يعني فاهمين. اما بقى لو مراكمتك اللي هو لا محاضرة في كل مادة محاضرتين في كل مادة، فده تبدأ بقى ان انت تفوق كده وتبدأ ان احنا ايه تعمل ان شاء الله. هنشوفه في باقي الفيديو. وعلى فكره يا جماعه احنا كنا في فترات بتجيلنا كنا مراكمين عادي، انا كنت براكم برضو في فترات كتير كنت باجي الاقي نفسي والفترات دي مراكمه على فكرة كتير. هنحكيها يعني ان شاء الله، بس مش لازم في الفيديو ده، هنحكيها فيديوهات لكم جاية عشان بقى. تطمنوا فعلا ان مش عشان حد يوصل يبقى ان هو خلاص بيبقى طول السنه بيرفكت. بالظبط. استحاله يكون اصلا حد بيرفكت طول السنه. ودلوقتي بقى عايزين نعرف ايه الحلول الفعليه، وعشان نعرف هنكمل معاكم الحوار التاني الصحاب الحلوين اللي بيشجعوا بعض. فيلا بينا نكمل. بصي هنعمل جدول ليكي وجدول ليا، بس احنا ايه هنحاول ان احنا نحط اللي احنا مراكمينه كل يعني الماده اللي احنا نقسمه مراكمينها كل كتير. يوم عشان الجديد برضو ما نأثرش عليه. لان سمعت ان لو احنا خدنا مثلا الماده كلها على بعض
في ان احنا مثلا لميناها وكده هنيجي الباقي هنلاقيهم يتراكموا هم كمان، طبعا فكده احنا ما أيوة. عملناش حاجه. فاحنا عايزين الحاجه اللي هي متراكمه نوزعها على كل الايام، بحيث ان احنا ايه تكون تتلم معانا في نفس الوقت ما ناثرش في الجديد زي ما انت ماشي قلتي. كده احسن طبعا. فدي حاجه ماشي. مهمه برضو ايه ناخد بالنا منها. ماشي ماشي. هنعمل الجدول. هنحط بقى، انا بالنسبه لي مراكمه فيزياء فانا هحطها مثلا سبت، هحطها الاسبوع ده كله. تعملي مثلا كل يوم نص محاضره مثلا. يعني انا دلوقتي مراكمه 3 محاضرات فيزياء والاسبوع ده كمان هينزل محاضره، فانا كده هبقى مراكمه 4. فانا ان شاء الله مثلا الاربعه دول 8 مرات مثلا تبقى على 8 ايام، فانا هفضل ماشي. حاطه الفيزياء 8 ايام دولت. مم. ماشي، عشان ايه ان انا هذاكر كل محاضره على يومين. تمام كويس. كده يبقى الفيزياء بقت حاجه اساسيه بالنسبه لي عشان انا مراكمه فيها اكتر ماده. ماشي. ماشي، الاحياء انا كنت اصلا في الطبيعي بحطها 3 ايام في الاسبوع ده في الطبيعي، فانا هزود لها يوم او يومين يعني عشان في محاضره بس متراكمه. تمام. فبس انا هعمل كده. فانا على حسب يعني الحاجه اللي انا مراكماها كتير بحاول ان انا ازود لها مثلا يوم او يومين في الجدول بتاعي. والجيولوجيا مرقمة فيها شوية صغيرين، فأنا هزود لها يوم وخلاص. بس الأسبوع ده إن شاء الله هحاول إن أنا ألمها. بس كده هكون لميت المنهج أهو إن شاء الله في 8 أو 10 أيام يعني، وإن شاء تمام الله ده هاجي. كويس أوي كويس أوي ماشي، كده. هبقى أجي أقول لك بعدها إن شاء الله إن أنا بقى إيه خلصت يعني اللي عليا. ماشي. وأنتي؟ بصي أنا مبدئيا كده أنا ورايا 3 جيولوجيا هما كتير شوية، فأنا هحاول مثلا كل يوم أعمل نص محاضرة زي الفيزياء عندك كده. ماشي. فكده كل يوم نص محاضرة جيولوجيا 3 مع بينزل برضو واحدة في الأسبوع فهيبقوا 4. ماشي. تمام. الأحياء بقى برضو لسه لي فيها كتير، فهعمل برضو كل يوم أحياء، يعني الجيولوجيا والأحياء يبقى كل يوم مع الجدول الجديد. ماشي. دايما يعني الأحياء والجيولوجيا هيبقى كل يوم وباقي المواد بقى كل يوم يعني وانا بقى باقي المواد هتفضل زي ما هي في تمام. جدولي ثابت عشان ما اقصرش فيها برضو. طيب دلوقتي في حاجة احنا زودنا مواد فأكيد عايزين وقت محتاجين. أكبر. نعمل بصي، ايه بقى؟ انا اول حاجه زي ما قلت لك هنحاول ان احنا ننام قليل بقى. يعني أنا كنت بنام لا كنت بصراحه بنام كتير. كنت بنام مثلا 9 10 ساعات في اول السنه. بس مثلا احاول ان انا اضغط دلوقتي نفسي بقى وأنام نضغط مثلا نفسنا. احاول ان انا مثلا 6 ساعات ولا حاجه واقوم عشان الم اللي عليا يعني. ده اليوم اللي هلاقيه مضغوط قوي هنام 6 ساعات، لو مضغوط شويه انام مثلا 7 ساعات ان شاء الله يعني. ماشي. عشان وانا عايزين بقى نعمل نظام حلو مع بعض. احنا مثلا نعمل تايمر مع بعض، احنا مثلا ايه ساعة او ساعة ونص، ساعة ونص خليها كويس، ساعة ونص. وبعد ساعة ونص دول نبقى نفتح مثلا واتس نقول لبعض ايه انا خلصت كذا. او بيبقى بس مدة 10 دقايق او ونطلع ربع الفون ساعة وقت ما بس احنا بنذاكر عشان ايه ما نشيله جنبنا خالص عشان ما يعطلناش. خلاص ماشي. بس يبقى هي ساعة ونص نذاكرها كويس قوي، ما نعطلش وقت فينا ولا نقوم نعمل حاجة ولا يبقى هي ساعة ونص فعلا مذاكرة، وربع ساعة نمسك بقى الموبايل نقول لبعض ان انا خلصت عشان نشجع بعض. ومثلا لو هنعمل حاجة تانية او كده خلاص تمام ان شاء الله. يبقى كده كويس قوي هنظبط ان شاء الله. ان شاء الله. في حد قال لي قبل كده ان انتي اهم حاجة تكوني بتحاولي. يعني انا مثلا كنت في فترة في اول السنة حسيت اني رقمت شوية برضو زي دلوقتي كده ولقيت نفسي متضايقة خالص مش عارفة ايه، فروحت لحد قريبي يعني اول مني وكده ينصحني. قال لي لا، اهم حاجة انتي بتحاولي وبتعملي اللي عليكي انت، ما بتضيعيش وقت في حاجات تافهه او ما بتعمليش حاجه، يعني انت طالما طول الوقت فعلا بتذاكري وراكنتي عادي. والله يا دعاء فعلا انا اصلا بجد بعمل اللي عليا، بس حصل بس شويه ظروف يعني الفتره اللي فاتت خلتني اليوم يعني من السرحان اللي انا فيه كان انجازي بس قليل يعني. بس انا والله راضيه وحاسه ان انا يعني طالما بعمل اللي انت عليا. ظروفك دي مش في ايدك خلاص تعملي ايه، انت اهم حاجه بتعملي اللي عليكي. وبصراحه كده يعني ما اضحكش عليكي، ممكن مثلا يوم احس ان انا يعني ريحت شويه، بس اللي هو اكيد مش هبكي على اللي فات بقى يعني. كده مش اكيد مش هتبقي كويسه قوي طول السنه يعني لازم فانا هحاول ان انا كل ما يعني اكتر حاجه بحبها في نفسي ان انا لما بدرك على طول ان انا خلاص وقعت، لا احاول ان انا ارجع تاني على طول بقى وفي وقتها. نقطه برضو مهمه عايزين نعرفها ان احنا اكيد مش هنفضل طول السنه بيرفكت، وان احنا طول السنه هنبقى كويسين ومش مراكمين. كده لازم نراكم اصلا. ايوه اصلا يعني لما بسمع عن الناس اللي دخلوا كليات وكده دايما اصلا قصصهم وكده أيوة. هم فعلا بيراكموا. كده اصل السنه عمرها ما تمشي كده 10 من 10 كده، اللي هو لازم تبقى انت كويسه عارفه طول انا السنه. سمعت برضو ان اهم حاجه اصلا الاستمراريه. يعني أكيد. مش شرط ان انا مثلا دايما هبقى طول السنه ممتاز، لا اهم حاجه ان انا مستمر خلال السنه، اجي اقع ارجع اقوم تاني وهكذا. اهم حاجه ان انا احنا مستمر، ما نيأسش ان احنا نرجع تاني. يعني احنا هنوصل ان شاء الله يعني. ان شاء الله لو لمينا الحاجات دي وظبطنا الدنيا ان شاء الله. هو اصلا يعني ربنا ان شاء الله ربنا يعني شايف تعبنا. يعني مش هيعاملنا على ان احنا يعني ان احنا شاطرين يعني، مش اللي هو اشطر حد هو اللي هيجيب مجموعه وكده. اكيد ربنا هيدينا على قد تعبنا وعلى قد يعني مستوانا، وان احنا يعني حاولنا. اكيد ربنا شايف كل ده وشايف اللي احنا فيه، وان شاء الله يعني انا واثقه في ربنا ان هو هيكرمني وان شاء الله خير يعني. كده انهينا الحوار اللي اتمنى يكون بيحصل بينكم يعني لو عندكم صحاب.
والحوار يعني اتمنى تكونوا طلعتوا منه بان احنا نعمل ايه لو احنا مراكمين وهكذا. لو عندكم اي حاجه تانية محتاجينها اكتبوها لنا في الكومنتات. وبس، ولو استفدتوا من الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتبعتوا لزمايلكم عشان تشجعوا بعض وتلموا المتراكم مع بعض. ومع السلامة. حاسة ان احنا في انت ثانوية بتعيطي اصلا. ولا ايه؟ حاسة ان احنا في حاسه انك ثانوية اصلا. اتأثرت بالكلام. ايوه. حاسة ان احنا في ثانوية فعلا، يعني ايوه احنا نفس الكلام ده كان بيدور نفس بينا نفس كتير. اللي حصل ده اصلا في الثانوية. سبحان الله، الحمد لله والله.